السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد، برحب بيكم من مكاني ليكم في كل مكان في العالم. ان شاء الله النهاردة هننفذ مع بعض الشداد الظريف ده. شداد ينفع لجيبة او ينفع لفستان، وتقدري تستخدميه كحزام وتعرضيه تعمليه عريض شوية. بيكون ظريف برضو جدا. ويلا مع بعض نبدأ الفيديو بتاعنا. هنستخدم معانا اللولي، طبعا تقدري تستخدمي الحجم اللي انت عايزاه، وهنستخدم الخيط برضو تقدري تستخدمي نوع الخيط اللي انت محتاجاه. ده خيط قطن. هتستخدمي معاه طبعا مع الخيط ابرة مناسبة لي. انا هستخدم ابرة مقاس 2.5، وهستخدم الابرة الصغيرة دي ارفع شوية عشان اقدر اسحب بيها الخيط من جوه اللولي. فاول حاجة هبتدي بسم الله، هتني الخيط معايا بالشكل ده، وهجيب اللولي هدخلها كده وهسحب الخيط معايا بالشكل ده. بعد كده بطلع بعدد من السلاسل بتساوي طول الشداد او الحزام اللي احنا محتاجينه. خلاص انا هسيب دي وابتدي اشتغل بالابرة التانية. وهطلع بعدد من السلاسل بيساوي طول الشداد بتاعي بالشكل ده. كده انا عملت الشداد بتاعي طوله 70 سنتي، عملت عدد من السلاسل طولها 70 سنتي. بعد كده هجيب واحدة من اللولي واقفل بيها نهاية السطر بتاعي، فهخرج من الحلقة بالشكل ده بتاعة السلسلة وهدخل في اللولي عشان اشد الخيط ده معايا بالشكل ده. بعد كده بلف على الابرة وبعمل غرزة عادية، وبعد كده بدخل في حلقات اللي انا عملتها، حلقات السلاسل دي بدخل وبعمل زي ما انت عايزة تعملي غرزة حشو تمام، وغرزة منزلقة تمام برضو مفيش مشكلة. كده انا بثبتها معايا. لو مش عايزاها تبقى تخينة قوي هتعمليها غرزة منزلقة. لو عايزاها تبقى تخينة شوية هتعملي غرزة حشو. فشوفي انت حابة تعملي ايه. دي المنزلقة معانا اهي في الاول، وبعد منها دي غرزة الحشو. فانا هشتغل بالمنزلقة، هدخل في كل غرزة وهشد الابرة وهخرج من الحلقة بتاعتي بالشكل ده، لان انا مش محتاجاه يكون تخين، انا محتاجاه بس يكون حلية معايا. كده انا خلصت الحبل بتاعي او الشداد بتاعي او الحزام اللي احنا بنشتغله مع بعض، ودي كانت اخر غرزة معايا. هخرج منها بالشكل ده وارتفع بيها شوية عشان ادخل الابرة بالشكل ده واشد الخيط معايا اخرجه عشان ننهي الشغل بتاعنا. هطلع بالغرزة بتاعتي لفوق بالشكل ده وابتدي ان انا اثبتها هنا، وبعد كده هقص الخيط بتاعي واداريه في قلب الغرز زي ما احنا شايفين كده. ادت لنا نفس الشكل بتاع بداية الشغل بتاعنا. كده خلص معانا الشداد. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك بتاعكم والتعليقات ومتابعة القناة. دايما تنوروني في قناتي. بكون سعيدة جدا بيكم، ونجاحي مش هيكمل غير بيكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.